بشوية خطوات بسيطة كده اللي لما تعرفوهم دلوقتي اللي من خلالها بقى هتخلي الشخص ده يشتاق ليك جدا. لو انتوا بتتواصلوا مع بعض تليفونيا، استوب بقى، اوقف الاتصال بالشخص ده علشان وقتها هيشعر بغيابك، وطبعا هيبقى قلقان عليك، فبالتالي هو هيبادر بانه يتصل بيكي علشان يطمئن عليك، كمان انه يسمع صوتك، وطبعا الكلام ده كله هيعمله لانه ايه؟ اشتاق ليك. الحاجة التانية بقى، ما ترديش على اي رسالة يبعتها لك في نفس الوقت. ممكن نستنى شوية دقايق بسيطة كده، وبعد كده بقى ممكن نرد على الرسالة، لان تأخيرك بقى في عدم ردك على رسالته هيخليه يسأل نفسه دايما سؤال: يا ترى هي ما ردتش عليا ليه؟ هي مشغولة بمين؟ والكلام اللي احنا عارفينه ده. الحاجة التالتة بقى، ممكن تهديله اي هدية تكون منك انت شخصيا، يعني ما تجيبيش حاجة جديدة، لا اديله حاجة تكون من عندك انت، زي اكسسوار مثلا او محفظة مثلا، المهم انها تكون تناسبه كراجل. طبعا غريب جدا الكلام اللي بقوله ده، مش كده؟ لا غريب ولا حاجة، ده بالعكس، لانه دايما هتكوني على باله. كل ما يشوف الحاجة دي او يفتكرها هيفتكرك على طول. ويا سلام بقى لو اديتي حبك ليه على الهدية اللي انت اديتها له دي بكلمة منك. حاجة كمان مهمة، استمتعي بكل لحظة مع صحباتك وخروجي معاه، واحكي له وعرفيه بأدق التفاصيل اللي كانت في الخروجة دي. عرفيه ان اليوم كان ممتع جدا وانت مع صحباتك، ده طبعا هيخليه يخاف انه يفتقدك، فهيحافظ عليكي اكتر وهيشتاق لك اكتر. حطي بقى بين قوسين هيتمسك بيكي اكتر. كل الكلام اللي انا قلته ده بقى ينفع ليك انت كمان كراجل، انك انت تعمله، عشان نكون منصفين ومحدش احسن من حد، او حد يفتكر ان انا منحاز لطرف على الطرف الاخر. انا محايد في الموضوع ده، لان هدفي بقى في النهاية هو السعادة والتوفيق للجميع.